عارف انت الزمالك لما بيكسب اقسم بالله الدنيا بتبقى جميله، كل حاجه حلوه، الحياه كلها متفتحه، كل حاجه بتبقى جميله. الزمالك النهارده كان بيلعب سيراميكا كليوباترا، الزمالك قدر يكسب 2-0. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات هنتكلم في الكوره، بس هنتكلم النهارده بقى عن الزمالك، هنتكلم النهارده عن تاكتكس يانيك فيريرا، هنتكلم في كل حاجه النهارده. فما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب عشان نقدر احنا نكمل مع بعضينا، ويلا بينا على اول ماتش في الدوري المصري للزمالك بفوز 2-0 على سيراميكا كليوباترا. طبيعي جدا ان انت لما بتبدا بدايه الموسم بيبقى فيه عندك مشكله، اللي هي ايه؟ ان اللعيبه لسه بتعمل عمليه تجانس، ان اللعيبه لسه مش واخدين على بعض، ان في لعيبه ممكن تكون مش في الفورمه او ممكن ما تكونش البدني بتاعها بيجي، وفي لعيبه بالبدني بتاعها بيجي مع الماتشات والكلام ده كله. لكن اللي حصل النهارده مع الزمالك بيبقى امر مختلف شويه. الزمالك في الشوط الاول ضيع وقت كبير قوي، كبير قوي، شوط كامل. انت يعني بتعمل عمليه تيست للعيبه، وبتعمل عمليه تيست لحاجات كتيره جدا، بتشوف الملعب لسه التجانس مش موجود، لكن كل انك تضيع شوط كامل ما رحتش على المرمى بتاع سيراميكا كليوباترا غير بكوره واحده، دي بالنسبه لي مشكله. لكن في الشوط الثاني مع التغييرات، وبصراحه انا في كام لعيب عايز ان انا اتكلم عنهم، وكنت قلت عنهم في الفيديوهات اللي قبل كده، ارجع اتفرج على الفيديوهات اللي قبل كده، وكان في التشكيل ارجع اتفرج امبارح قلنا التشكيل صح بنسبه 90%. تمام الحمد لله يعني. بس انا بصراحه يعني في الداشبورد اللي انا هعرضها لك دلوقتي ديت، عايزك بس، او في البورد اللي انا هعرضها لك دلوقتي دي، عايزك تركز معايا في بعض النقاط اللي انا هقولها واللي انا خايف منها مستقبلا. اولا الزمالك ابتدى النهارده محمد صبحي حارس مرمى، باك يمين عمر جابر، باك شمال بنتايك، وهتكلم على بنتايك. اثنين مساكين محمود الونش وحسام عبد المجيد، قدامهم اثنين سته محمود دونجا ومحمد شحاته بالهدف الاسطوري اللي جابه، الهدف العظيم اللي جابه. بس عايز اقول لك ان شيكابالا عملها قبلك، كنت انت لسه صغنون، شيكابالا عملها قبلك في الشرطه. عندك قدامهم عبد الله السعيد وينج يمين كان ناصر ماهر، وينج شمال كان شيكو بنزا، اللي كان مفاجاه بالنسبه لي، وقلت قبل كده ان الراجل مبسوط من شيكو بنزا، بس الراجل اتغير، وهو بيتغير كان متضايق شويه، وده طبيعي جدا ان انت لعيب عايز تجيب الفورم بتاعتك، واللعيبه الافارقه بتبقى مزاجنجيه شويه، يعني عايز العب، عايز يجي تبقى في الملعب، صوت الجمهور، بحب حاجات زي كده، وهم الافارقه كلهم بشكل عام بيبقوا كده يعني. قدامهم مهاجم ناصر منسي. النهارده في حاجه كده انا لاحظتها، ويا رب دي ما تبقاش موجوده على طول، لان لو موجوده على طول هتسبب لنا مشاكل كتيره جدا. ايه هي الحاجه ديت؟ دونجا بيسقط، يعني يانيك فيريرا مديله تعليمات ان هو يسقط ما بين المساكين، ويبقى هو بمثابه ليبرو، هو اللي بيحرك الملعب، هو بينزل يستلم من المساكين. يعني لما انت كام كوره كده، انت اكيد الناس لاحظت ان دونجا بينزل ما بين، بيبقى في حضن المساكين. انا بصراحه مش دونجا اللي يعمل لي الحاجه ديت خالص، اللي يعمل لي الحاجه دي عبد الله السعيد، اثق فيه، لعيب اثق ان الكره تبقى في رجليه. لكن دونجا والكره في رجليه بحس ان هو مكهرب، يعني في حاجه غلط، اللي هو الكره هتضيع مني دلوقتي، ما بيطلعش، ما عندهوش الرؤيه كويسه اللي هو يقدر ينقل لي ملعب او يعمل لي باس كويس او يعمل لي ثرو باس كويس جدا. لكن عبد الله السعيد هو اللي يعمل الحاجه ديت، ودينا شفنا النهارده دونجا وشحاته مع بعض، الاثنين سته مع بعض، مش احسن حاجه. انت بتلاعب سيراميكا فريق هجومي و بس دي ما ينفعش ان انا اعتمد عليها، لان انت لازم تنزل من اول لحظه انت ضاغط الفرق اللي قدامك، وبتلعب خط هجومي، وبتلعب هاي لاين، وبتعمل حاجات كتيره قوي. تمام. طيب مين اللعيب التاني اللي لفت انتباهي النهارده؟ هو شيكو بنزا. شيكو بنزا النهارده كلاعب ممتاز، الراجل مش خايف، يعني عادي جدا، نازل يا باشا، الراجل بيرقص و تك 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 تك، العب يا باشا، ودي الكره، انقل الملعب، الكلام ده كله، الراجل مش خايف. ولما اتغير كان متضايق شويه، وده طبيعي ان انا اتضايق ان انا بتغير، خصوصا ان في الملعب انا جاي في فورم. النهارده ادم كايد لعب مكان شيكو بنزا، عبد الحميد معالي نزل مكان عبد الله السعيد تقريبا، او مش فاكر نزل مكان مين، دونجا تقريبا، وعندك سيف جعفر، سيف الجزيري. انا بصراحه انا زهقت من سيف الجزيري خلاص، يعني سيف الجزيري وجوده في الملعب بقى بيضايقني. انت النهارده الكوره سيبك من هي اوف سايد ولا لا، انت كوره في السته، في السته، اللي هو انت كمهاجم دي وظيفتك، انا بديك فلوس او النادي بيديك فلوس على دي، كوره في السته وتلعبها بالمنظر ده ليه؟ مين اللي قال كده؟ تحت بند ايه؟ انت فاهمني ليه؟ لو اقيم اللعيبه كلهم بالنسبه لي مستواهم كويس تدريجيا، ولسه احنا في اول ماتش، فتدريج اللعيبه دي مستواها هيعلى. بس لو النهارده في لعيب حرفيا لفت انتباهي وقدر ان هو اقول ان الراجل ده مكسب وصفقه كويسه، هم اتنين بصراحه، عشان ما اكذبش عليكم، لا ينفع اقول ثلاثه، يعني هم اتنين، خليهم اتنين بس، ماشي. شيكو بنزا،
الراجل لفت انتباهي بشكل كبير قوي، تمام. واللعيب التاني عبد الحميد معالي وادم كايد، مناصف كده بالمناصفه يعني. النهارده شيكو بنزل الراجل بصراحه هو مش خايف، هو عارف انت يا باشا العب. ودي ميزه الافارقه، راجل بيضغط على الكوره، راجل ما بيخافش منك، مش اللي هو انا هقف احلق عليك والكلام ده، لا يا باشا انا داخل اخد الكوره هموتك انت فاهمني. بس فالنهارده حبيت، بس دي اللي لفتت انتباهي، موضوع ان دونجا بيسقط ما بين المساكين، فدي المشكله. بس دي بالنسبه لي انا. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب في فيديوهات تانية جايه، وان شاء الله الماتش الجاي نكون مع بعض.